بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازلنا مع الأفراح والمناسبات. يا درا فرحتنا لليوم وش هي؟ فرحتنا لنهار اليوم يا البنات تخرج أختي الصغيرة العقوبة لوليداتكم كامل. هذا الفيديو حبيت نشاركه معكم قبل نتيجة البكالوريا ما كتبتش وما زالوا اللي ما داروش الحفلات. ان شاء الله تديو افكار حبيباتي الغاليات. هنا البنات كما راكم تشوفوا حبيت نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو تاعنا باش تدعيو المتتبعه معانا اللي قلت لكم ادعيوا لي بالزوج الصالح. ربي يرزقها ان شاء الله بالزوج الصالح وربي يهني كل واحد. هنا يا غالياتي كما راكم تشوفوا بدينا الحفله تاعنا. اول حاجه بدينا بالعشاء، نصبنا العشاء. واش درنا الشربه كما راكم تشوفوا حطيناها الطيب. راني مشاركه معكم من قبل وصفه الشربه بالتفصيل، ومن بعد زدنا دوزنا ولا داوينا الطعام ولا البربوشه. ومن بعد يا البنات زدنا ثاني درنا طاجين الحلو. كما راكم تشوفوا انا درت لكم مقتطفات من كل حاجه شويه. هنايا الطاجين الحلو رانا ما درناش في هذه المرميطه الصغيره، درنا في وحده كبيره شويه. درنا هنا ومن بعد ولينا فرغنا في الكبيره كما راكم تشوفوا. وكما يعني راني مشاركه معكم من قبل وصفه طاجين الحلو بالتفصيل من البدايه حتى النهايه. انتم فقط ارجعوا للفيديوهات السابقه. وهنا كما راكم تشوفوا زدنا رحنا لصالي درنا اليوم برجر ودرنا لي ميني بيتزا. كانوا الله يبارك العائله بزاف الحباب. ربي ان شاء الله يديم الافراح علينا وعليكم اجمعين. هنايا بعد ما طابوا اليوم برجر تاعنا كنا حشيناهم بالدجاج والسلطه طماطم والشرائح الجبن الخاصه بالهمبرجر. جاو بنان يهبلوا. درنا كونتيتي يا البنات، يعني كانت العائله كما قلت لكم كبيره ما شاء الله، والعائله قاعده غير تكبر. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يخليهم كامل اللي فرحوا لها، ربي يفرحهم بولادهم ان شاء الله. العقوبه البنت عمي الغاليه ان شاء الله العام الجاي للبكالوريا، وبنت اختي اللي نقول لها صابري وما تجيبيش الباك وتشوفي واش ندير فيك. ها على بالي راكي تسمعي فيا. المهم ان شاء الله ربي يوفق وليداتكم ان شاء الله كامل العام الجاي ينجحوا وكامل نفرحوا بهم، سواء وليدات متتبعاتي ولا وليدات خوياتي ولا وليدات المؤمنين اجمعين. انا نجحت كامل نفرح لهم. كما راكم تشوفوا هنايا البنات كملنا لي صالي تاعنا. رحت باش نزيد نقرني معكم الطارت نتاعي. راني مشاركه معكم من قبل يا البنات الطارت نتاع نجاح بنت اختي في البيام بالتفصيل من الجينواز لطريقه التزيين للحشو الكل شيء. هذه هي لاطاس نتاعنا كيف خرجت. ودوك زدت رحت باش ندير المسكوتشو كالعاده والمعتاد، وراني مشاركه معكم الوصفه من قبل يجي روعه. تزيين بسيط، كان كل شيء في الازرق الملكي، جو ما شاء الله روعه. دوكا بعد ما وجدت المسكوتشو وجدت اللاطارت حطيتها في الفريجيدار. رجعت باش نشحر المقروض ونوجد الحلويات نتاعنا. كانت يعني يا البنات حفله خفيفه اونتر فامي. ما كانش غاشي بزاف، يعني غير حنا راكم تشوفوا هنايا شهرت المقروض وزدت حطيت الحلويات الاخرين. درنا مقروض ودرنا الكعكات ودرنا حلوة الثومة. هذا واش كنا درنا الحمد لله يا ربي. اهم حاجه انكم تفرحوا وليداتكم. دائما نقول لكم ولو بالقليل، ماشي شرط ديروا حاجه اللي تكلفكم، حاجه صغيره راح يفرحوا بها. وديما راني نقول لكم حتى تاع السيزيام ما تحقروهمش ديروا لهم حتى هما ولو كان حاجه خفيفه بينكم وبين باباهم وامهم وجداتهم. المهم ديروا لهم باش تحفزوهم حتى هما يقراو ويصابروا باش ديروا لهم الحفله الكبيره نتاع الباك ونتاع التخرج. ان شاء الله ربي يفرحكم كامل بوليداتكم وربي يهنيهم. وكما قلت لكم اللي متمنيه الزوج الصالح ربي يرزقها ان شاء الله. هنا يا غالياتي كما راكم تشوفوا حطيت المقروض في السحونه تاعو بعد ما قطرته بيا في الكسكاز، وزدت حطيت كعكات كما راكم تشوفوا، ومن بعد زدت حطيت الثومه. كنا خدمنا كل شيء بالشلفه. ديجا هذه الحفله راهي جات غير بالزربه. يلا
فوتناها والحمد لله كانت لما ما شاء الله. يا ريت وكان جاو متتبعاتي كامل يقدروا يجيو يتلموا معايا ويشاركوني افراح كيما هذا. ربي يديم عليكم ان شاء الله انتم ثاني حبيباتي الافراح ويفرحكم بوليداتكم. هنايا كما قلت لكم زدت حطيت الثومه، جات ما شاء الله يا البنات. راني مشاركه معكم ثاني الوصفه من قبل سواء تاع الكيكات ولا حلوه الثومه. كعيكات كاين اللي راهم يقولوا لي حطي لنا البصل، انا حطيت لكم وصفه بالتفصيل 100 حبه بكل مقاديرها. هنايا رحت باش نوجد السني نتاع القهوه. شوفوا لي هنايا حطيت لي سيرفيات ومن بعد حطينا موسكوتشو في النص ودورنا به لي غاتو والمقروض. هنا كما كنت تشوفوا حطينا الكيكات هما الاولين ومن بعد الثومه ومن بعد المقروض. يعني فات نهار ما شاء الله. وهذا هو السني تاعنا الاول تاع الكاطو راه واجد. دوكا نزيدو نروحو نحطو السني تاع القهوه. درنا قهوه وجي برك يا البنات، ما درناش الحليب باسكو اصلا كان يعني هنايا الحال يعني راه العشيه خلاص. درنا قهوه برك وجي وهذا ما كان. حطينا هنا سيرفيس تاع القهوه. وهنا يا البنات بيان سير انا ما حطيتش غير هذاك بلاطو، حطيت بزاف لي بلاطو. يعني انا هنايا للتصوير فقط حطيت سيرفيس واحد. هنا كما راكم تشوفوا ديجا لي صاليه كما شفتونا درنا بلي بلاطو كبار. هنا للتصوير كيما نقولوا باش نحطوا طابله مليحه وشابه حطيت 6 في هذوك لي بلاطو دوغي. اجي درنا في كيسان ومام درنا في كيما نقولوا لي بوط صغار الاولاد. هنايا هذه هي الكيكه ولا هذه هي لاطارت كما شفتوني انا اللي كنت خدمتها. جات بنه عظيمه كامل عجبتهم وكامل قالوا لي يعطيك الصحه. العقوبه لوليداتهم هما ثاني يفرحوا بهم وينجحوا لهم ان شاء الله. وهذه هي يا البنات الحفله نتاعنا واش وجدنا فيها. كما قلت لكم اول حاجه درنا القهوه يوم العشيه. ومن بعد يا البنات شوفوا لي هنايا تلمت هي والبنات قسموا لاطارت مع بعضهم. اللي نقول لهم هما ثاني عام جاي ان شاء الله ربي يفرحكم بنتائج البكالوريا. ان شاء الله نسمعوا صغاريت ونعاودوا نديروا حفله معكم. بنت عمي وبنت اختي ربي يوفقهم ان شاء الله، وبنت اختي واحده اخرى بيام. نقول لهم ان شاء الله العام الجاي الداله راهي عندكم. هنايا البنات رحت للعشاء وانا راني لحقت غير بالبلاطو الاخر. المهم واش لقيت حطيت هنا كما كتشوفوا درت هذا البلا تاع لوردافر. حطيت طاجين الحلو وحطيت الشربه وحطيت الطعام ولا البربوشه. ومن بعد بيان سير رحنا وجدنا البلاطو تاعنا وحطيت الدلاع والفكوس. وجدنا السني تاعنا وحطينا باش نتعشاو. يعني هذا السني الاخر خلاص هو اللي صورته معكم. هنا يا حبيباتي واش نقول لكم، نقول لاختي الف مبروك حبيبتي، العقوبه للخدمه ان شاء الله. وانتوما حبيباتي نقول لكم ربي يفرحكم بوليداتكم. على بالي نتوما ثاني راكم تتعبوا وراكم تسهروا وراكم يعني مدايرين اللي عليكم، وباقيلا نتوما راكم تقراو وتتعبوا اكثر منهم. ربي يفرحكم بهم ان شاء الله وتلحقوا لهذا المرحله وتفرحوا كامل بوليداتكم. ونلقاكم كامل تعلقوا لي في هذا الفيديو وتقولوا لي رانا مدايرين حفله نتاع النجاح ولا نتاع التخرج نتاع وليداتنا. وهنا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو. نخليكم دمتم في رعاية الله وحفظه. انتظروني في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.